بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وبيبدأ الفيلم بلوواك وأخوه تيام وهما بيقضوا وقت سعيد مع بعض، بس للأسف كل وقت بيشوف ذكرى سعيدة ليه مع أخوه عن طريق شجرة الأم المقدسة في قبيلة متكهينة، وده لأن أخوه تيام مات في الحرب ضد البشر بسبب استئصال لوواك، والعقيد مايلز كان السبب برضه. وسبايدر بيكون متابع اللي بيعمله لوواك واتصاله مع الأم المقدسة إيوا، وزعلان إنه مش بيعرف يعمل زيه، فبيطلع سبايدر يشتكي لتيري وهي بتقوله ما أنا بعرف أتصل بالأم المقدسة بس اللي ماليني التشنجات اللي بتجيلي أثناء الاتصال. ولتيري في فترة حداد على ابنها نتيام، وجيك جوزها قاعد يدور في السفينة اللي قضى عليها الجزء اللي فات وبيطلع منها الأسلحة السليمة علشان يحمي عيلته والقبيلة اللي هو فيها. بعد ما يجمع الأسلحة بيرجع على القبيلة وبيعرضها على تنواري القائد ومراته منايل، بس الاتنين بيرفضوا لأن الأسلحة المعدنية معزورة على شعب النافي والأم المقدسة بتهتم بيهم. وتنواري بيطلب من جيك يرجع يركب طائر الطرق لأن ده يعتبر أخطر طائر عندهم وأحسن من الأسلحة كتير. جيك بيرفض لأنه عايز يحارب الأسلحة اللي هتهاجمهم من البشر بأسلحة زيها، وتنواري بيسيبه وبيمشي. في نفس الوقت بيكون في سفينة للبشر ومعاهم العقيد مايلز بيتفقوا على قتل جيك لأنهم فشلوا آخر مرة وسفينة ليهم اتدمرت. وجيك قاعد مع مراته لتيري بيعمل لها سهام وعليها صواريخ عشان تستخدمها في محاربة البشر لما يظهروا، وبيحاول جيك يواسيها بسبب فقدان ابنها تريام وإنهم لازم يحموا باقي العيلة من شر البشر. يوميها بالليل وهم نايمين جهاز الأكسجين لسبايدر بيخلص والكل بيحاول يساعده إلا نتيري، وده لأن أبوه العقيد مايلز قتل أبوها وأفراد كتير من شعبها. وجيك مع لواك وكيري بيقدروا ينقذوا سبايدر وبيقدر يتنفس. تاني يوم الصبح بيوصل عندهم قبيلة تجار الرياح، وجيك بيتفق مع زعيمهم إنه ياخد سبايدر معاه ويوصله لمكان قبيلته. الزعيم بيوافق، فبيروح جيك يجمع باقي العيلة ويعرفهم إن سبايدر هيمشي عشان مش هيفضل عايش معاهم بجهاز التنفس ومصيره يخلص. ولاده بيرفضوا لأن سبايدر صاحبهم المقرب وهو كمان بيعتبرهم عيلته ومش عايزينه يمشي. نتيري بتتعصب لأن سبايدر عايز يبقى من عيلتها وبتصمم إنه يمشي مع تجار الرياح، فجيك ونتيري بيقرروا يرجعوا لقبيلتهم كعائلة مع سبايدر كنوع من المغامرة ويسلموا على عيلتهم بالمرة. بعدها جيك بيروح لقائد تجار الرياح وبيعرض عليه يحمي القبيلة من أي خطر يقابلهم، وبيوافق القائد وبيتحرك جيك مع نتيري في الجو عشان يحمي القبيلة. في الطريق لواك بيتمرن على ركوب الطائر مع جيك وبيطلب لواك منه يتعلم على السلاح ويحمي قبيلة تجار الرياح في طريقهم. جيك بيرفض لأن لواك نسي أهم قاعدة معلمها له ألا وهي اللاسلكي اللي بيقدروا يتواصلوا بيه مع بعض. بعدها بشوية بيخش منطقة صخور، فجأة بيهجم عليهم قبيلة منكوان ودول يعتبروا قطاع طرق، وبتدور حرب كبيرة ما بينهم وبيموت عدد كبير من الطرفين. ولواك مش بيعرف ياخد جهاز اللاسلكي اللي من خلاله بيتواصل بيه مع أبوه لأن النار مسكت في السفينة، وبياخد لواك سلاح علشان يساعد أبوه، بس واحد من قبيلة منكوان بيضرب الطائر اللي راكبه وبيقدر لواك يلحق نفسه قبل ما يقع. جيك أبوه بيقتل اللي بيحاولوا يبوظوا المنطاد، وقائدة قبيلة منكوال اللي اسمها فوران بتؤمر فرد من قبيلتها يضحي بنفسه ويفجر المنطاد بجيك. ومن حسن حظ جيك السلاح بيمسك في حبل ومش بيقع من المنطاد بعد ما اتدمر. بعدها بيندى جيك على طائر الأيركوان وبيحاول ينقذ الباقي، ومراته نتيري بتقتل في الصيادين بتتفاجئ بفوران بتيجي من وراها وبتضربها سهم في كتفها وبتحاول توقعها فوران من على الطائر وبيقوم على نتيري. وسبايدر مع كيري وتوك بيروح على لواك وبينقذوه قبل ما يقع من السفينة اللي اتحرقت، لكن للأسف فرد من قبيلة منكوان بيضرب الطائر بتاعهم سهم ويوقعهم، وبيسمعوا صوت صريخ جاي من قبيلة تجار الرياح اللي عايشين من تحطم السفينة. ولواك وسبايدر بيقربوا من المكان لأن سبايدر محتاج جهاز التنفس من السفينة، وده لأن جهازه قرب يخلص. وبيتصدموا الاتنين لأنهم بيشوفوا فوران وهي بتعذب الأسرى وبتقطع حبل التحكم بالعناصر، وده أهم حاجة عند شعب النافي. فجأة 2 من رجالة فوران بيشوفوا لواك فبيهربوا بسرعة. في الطريق بيتكعبل لواك لكن بيلحق نفسه وبيقتل الاتنين بالرشاش اللي معاه. فوران والباقي بيكونوا وراهم وبتتعدي فوران من السلاح لأنها قتل شعبها من أول مرة وعايزة تستحوذ عليه. لواك والباقي بيقدروا يهربوا منهم بس لازم يرجعوا للسفينة لأن جهاز التنفس الخاص بسبايدر هناك، فبيقرروا يلفوا حوالين فوران وأتباعها لأنهم سادين المداخل للسفينة. في نفس الوقت نتيري بتندى على الطائر بتاعها وبيساعدها تطلع عليه عشان يرجعها على قبيلتها. وجيك عند حطام السفينة بيحاول يتواصل مع مراته وعياله باللاسلكي محدش بيستجيب ليه. فجأة بيضرب عليه العقيد مايلز ومعاه واحد من رجالته، وجيك بيتصدم إنه مايلز عايش وما يعرفش إن سبايدر
ينقذه. فجيك بيعرف مايلز إن جهاز التنفس لسبايدر على وشك إنه يخلص ولازم يدوروا عليه ويلحقوه بجهاز التنفس الاحتياطي قبل ما يموت. مايلز بيوافق لأن سبايدر يبقى ابنه وعايز يرجعه، وليتيري في طريقها للبندورة بيغمى عليها والطائر بيقدر يوصلها ليهم على آخر لحظة، وبتاخدها أمها مع نورما بيحطها على أجهزة وبيقدروا ينقذوها. بعد ما تفوق ليتيري من العملية بتقول لهم إن الأطفال في خطر، فأمها مع نورما بيركبوا طائر الأيقوان عشان يساعدوا الأطفال وجيك، والأطفال في طريقهم لحطام السفينة بيلاقوا جهاز تنفس سبايدر خلص. فكيري بتطلب من الأم المقدسة المساعدة، فبتلاقي تيري استجابة منها وبتنيم سبايدر على الأرض وبتحط في بق ولادها وبتتواصل مع الأم المقدسة. بيلاقوا الأرض بتنور وبيشيلوا القناع بتاع سبايدر عشان يقدر يتنفس زيهم. بعدها بشوية سبايدر صحته بتبقى كويسة وبيقوم يشكر كيري على اللي هي عملته. فجأة السهام بتترمي عليهم من كل مكان، وبتكون دي فاران مع باقي قبيلتها وبياخدوهم كأسرى، وبتطلب فاران من الوقت يعلمها تستخدم السلاح ازاي. وأثناء والواد بيشرح لها بيكون جيك مع مايلز ويسب على مكانهم، ومايلز بيدي سلاح لجيك وبيهجموا على فاران وأتباعها. مايلز بينسب فاران وبيهدد الباقي على ما جيك يحرر الأطفال. فجأة فاران بتتصل مع مايلز عن طريق رباط التحكم وبتقدر تتحكم فيه، وباقي قبيلتها بيمسكوا جيك وبياخدوهم كأسرى مع الأطفال. وفاران بتطلب من مايلز يعلمها استخدام السلاح، ولما تعرف بتكون فرحانة بقوة السلاح. بعدها مش بتلاقي منفعة منهم فبياخدوهم على مكان قبيلتهم وبيحتفلوا هناك. جيك بيحاول يفك نفسه مش بيعرف لأنهم مربوطين بأحكام، وكيري بتتصل تاني مع الأرض اللي موجودين عليها وبتقدر تتحكم في نباتات سامة جنبهم، وبتؤمر النباتات تضرب الحراس وبيغمى عليهم. اللواء بياخد سكينة من واحد من الحراس وبيفك أبوه والباقي وبيهربوا من المكان. بعدها بشوية قبيلة فاران بيلاحظوا اختفاء جيك والباقي فبيروحوا وراهم، بس مش بيلحقوا يتتبعوهم لأن جيك والباقي نزلوا المية وخافوا الآثار بتاعتهم. جيك والباقي طلعوا من المية على مكان بعيد عن فاران وارتاحوا هناك، وبيخلوا الأطفال تنام وهو ومايلز بيفضلوا صاحيين يراقبوا المكان. تاني يوم الصبح بيتفاجئوا بالأيروكان جايين عليهم ولسه هيهربوا، بتكون ديني تيري مع باقي شعبهم، وفي لحظة مايلز بيهرب منهم لأنهم هيقتلوه لو مسكوه. نورم بيتصدم لما يشوف سبايدر بيقدر يتنفس رغم انه بشري، فبيرجعوا على مكان قبيلتهم وبيعملوا له الفحوصات اللازمة، وبيعرفوا ان سبايدر بقى فيه جزء من الأم المقدسة وبينبت فيه رباط التحكم بالعناصر. ومايلز رجع على القاعدة وعرف الباقي ان سبايدر بيقدر يتنفس زي شعب النافي ولازم يمسكوه حي عشان يعرفوا ازاي قادر يعمل كده. وجيك مع كيري بيعرفوها الحقيقة انها تبقى ملهاش أب وتبقى بنت الدكتورة جريس لأن الأم المقدسة هي اللي كانت عايزة كده. وبيكملوا فحوصات على سبايدر، بس جيك وليتيري عارفين إن سبايدر لو وقع تحت إيد البشر مش هيقدروا يوقفوهم، لأن البشر هيكتشفوا إزاي سبايدر قدر يتنفس وهيتحكموا في كوكب البندورة بالكامل. فليتيري بتقول لجيك يبقى لازم نقتل سبايدر قبل ما يقع تحت إيديهم. وعند البشر سكوربي لسه بيصطاد حيتان التليكون علشان يطلع منها النخاع اللي بيقضي على الشيخوخة، بس معاه دكتور إيدان وكاري اللي هما بيعملوه. نرجع تاني لجيك وهو مع ليتيري وولادهم بيرجعوا لقبيلة متكهنة، وبيقول لهم القائد تنوار على السفينة الكبيرة اللي بيصطادوا بيها حيتان التليكون، وبيعرف جيك إن خط التليكون المنبوذ اللي اسمه بايكان بيحرض بيها الحيتان على محاربة البشر. فتنواري بيقول لجيك يرتاحوا شوية لأنهم هيعملوا مجلس مع كبار حيتان التليكون وهيقرروا هيعملوا إيه مع القاتل المنبوذ بايكان. يوميها بالليل بيعملوا المجلس وبيتكلموا مع قائد التليكون أيرن، وبيقول لهم أيرن إن المنبوذ بيخالف تقاليدهم وبيحرض شباب الحيتان على محاربة البشر، والتصرف ده مسبب ليهم مشاكل كتير، فبيقرروا ينفوه خالص من المية وما يرجعش نهائي ليهم. الواد بيتعصب لأن بايكان يبقى في مثابة أخ ليه، وبيقوم يقول لهم إن بايكان ساعدهم في محاربة البشر قبل كده وأنقذهم. بس جيك أبوه بياخده بعيد عن المجلس لأن كبار التليكون قالوا قرارهم خلاص ومش هيرجعوا فيه. وجيك بيقول لابنه إنهم محتاجين التليكون في حربهم الليبية ولازم يوافقوا على قراراتهم رغم إنها غلط. وبيروح لواك على مكان لوحده وبيحاول ينتحر لأن مفيش حد بيدعمه غض من الحياة، بس ما عندوش الجرأة يعمل كده. وكيري مع تيسيريا بيروح يعقلوه وبيقولوا له إنهم محتاجينه معاهم، وبيروحوا يطلعوا القوس الخاص بليتيري وبيقعدوا يصلحوه لحد ما يرجع كويس من تاني. في نفس الوقت مايلز بيدمر الشعوب اللي بتقابله في أمل إنه يلاقي سبايدر ابنه، وعلشان الشعوب مش بيرضوا يقولوا له أي حاجة بيروح على مكان قبيلة مانكوان بشنطة مليانة أسلحة،
وأفراد القبيلة بيضربوه وبياخدوا علم بالقائدة فاران. لما تطلع فاران وتشوف الأسلحة، مايلز بيقول لها أنا ممكن أجيبلك أكتر من كده بكتير. فاران بيعجبها الأسلحة اللي في الشنطة ورايحة علشان تقضي على مايلز برباط التحكم. مايلز بيهددها إنه مش لوحده وبيتواصل مع صاحبه في اللاسيتي اللي واقف يعد سنايبر، وبيقتل واحد من قبيلة فاران وبيقول لها انت اللي بعده لو حد لمسني. فاران بتهدى وبتقول له لا، انت تيجي معايا الخيمة نتكلم على رواقة. لما يخش الخيمة، فاران بتشممه حاجة أصفرة بتكون عبارة عن مخدر بيخليه يقول الحقيقة، وبتعرف منه انه بيدور على جيك لانه خيل لشعب البشر وانضم لشعب النافي. وفاران بتحكي له قصتها وازاي بقت قائدة لقبيلة المنكوال، وإنها زمان كانت صغيرة وشعبها كان هيموت من الجوع، وطلبت من الأم المقدسة إيوة المساعدة بس محدش جه وساعدها. ومن ساعتها ما بقتش مؤمنة بالأم المقدسة واتجهت للنار، واستخدمت النار في الهجوم على تجار الرياح وبقت تأكل شعبها. وآخر حاجة بتسأل مايلز انت جاي هنا ليه؟ فمايلز بيقول لها انه محتاج قوتها انها تعرف مكان جيك عن طريق رباط التحكم اللي بتستخدمه. فاران بتشوف ان بيقول الحقيقة، فبتعمل معاه اتفاق انه يمدها بأجهزة الاتصال اللاسلكي والأسلحة وهتساعده في اللي هو عايزه، والاتنين بيوقعوا في حب بعض وبيرتبطوا الاتنين. نرجع تاني للواك وهو رايح يدي القوس اللي صلحه لأمه من تاني، وبيقول لها إنه لازم يروح لبايكان ويلاقي طريقة يرجعه لقبيلة حيتان التاليكون. وجيك في قبيلة متكهينة بيعرف من تنواري إن ولاده اتصرفوا من دماغهم زي ابنه الواك وراحوا يدوروا على بايكان، ومش هيعرفوا يدوروا عليهم لأنهم محددين بشعب البشر اللي ممكن يظهر في أي لحظة. فنتيري بتاخد جيك وبتعرفه إن الواك ابنهم صلح القوس بتاعها ولازم يثق فيه شوية. في نفس الوقت فاران مع مايلز بيهجموا على قبيلة بعيدة عنهم، وفاران بتستخدم قوتها من خلال رباط التحكم وبتعرف مكان سبايدر وجيك. ساعتها سبايدر مع كي بيجمعوا مية للشرب، وأثناء وهم مروحين بيهجم عليهم شعب الفرال، وسبايدر بيخلي كيري تهرب وبيشتت هو باقي رجالة فاران وبيخليهم يجروا وراه لحد ما يمسكوا مايلز. وفاران بتستخدم رباط التحكم وبيقوم على سبايدر، وكي ترجع على القبيلة وبتعرف جيك إن مايلز خد سبايدر، وبيتفاجئوا بعدها بالبشر داخلين عليهم بقوة كبيرة ومعاهم مايلز وباران. ومايلز بيقول لهم لو جيك ما طلعش دلوقتي هبيد المكان كله باللي فيه. فجيك ما قداموش حل وبيطلع يسلم نفسه عشان ما يحصلش مجزرة بسببه، وبياخدوا مايلز وبيمشوا من غير ما يأذي حد من قبيلة متكاينة. لما يرجع على القاعدة بتخش فاران وباقي قبيلتها معاهم عن طريق جهاز ISF اللي بيمنع الأسلحة تضرب عليهم. والجنرال أدميرال بتفرح مع البشر إنهم مسكوا جيك وهيعدموه لأن خانهم وبقى في صف شعب النافي. وبياخدوا سبايدر على مكان الفراسات وبيكتشف إنه هو جزء من الطبيعة اللي موجودة على كوكب دندورة. ومايلز بيروح له مكان الحجز وبيحاول يتكلم مع سبايدر لأنه ابنه الوحيد، وبيقول له مايلز ما شفتش أمك، أنت كانت شجاع زيك. وقبل ما يطلع مايلز بيدي لسبايدر السلسلة بتاعته عشان تبقى تذكار معاه. وباقي البشر بره بيتفقوا انهم هيهجموا على قطيع حيتان التليكون في وقت الكسوف، وده لان الوقت ده بيكون ليهم تجمع كبير عند شجرة الام المقدسة. بس الدكتور ايان مش موافق لانهم بكده هيهدوا على حيتان كتير وده تصرف وحش جدا. وبيكون الدكتور ايان دارس ثقافتهم والعناء اللي بيعملوه التليكون اثناء اتصالهم مع الام المقدسة في وقت الكسوف، وبيكملوا كلام في خطتهم عادي. وسبايدر بيستخدم السلسلة اللي خدها من مايلز وبيفتح فتحات التهوية وبيهرب من مكان الحجز. في نفس الوقت تيري خدت القوس بتاعها وراحت قتلت مجموعة من قبيلة منكوان وخدت منهم جهاز ISF علشان تقدر تخش القاعدة وأسلحة الحماية ما تضربش عليها. وبالفعل بتنجح خطتها وبتروح على القاعدة عشان تنقذ جيك جوزها، وبتمشي وسط الحراس البشر لأنها دهنة نفسها زي قبيلة منكوان ومحدش بيشك فيها. وبتروح نتيري عند فاران وبتهددها عشان تعرف مكان الحبس بتاع جيك، بس للأسف بيكون مايلز هناك وبينقذ فاران منها، ونتيري بتقدر تهرب منهم على طائر الأيقوان الخاص بيها. وبتفجر نتيري محطات البنزين الموجودة في القاعدة وبتحاول تنقذ جيك من الحبس بتاعه، بس اللي بيمنعها فاران ونتيري وهم بيجروا وراها. في نفس الوقت الدكتور إيفان ركب آلة مدمرة من هناك وبيكسر الحبس بتاع جيك، وبيدخل جيك بسرعة تحت الآلة عشان إيفان يحمينا الطالب بتاع الخلاص. وسبايدر بيكون هناك وشايف اللي بيحصل وبيحاول يوصل لهم. بمجرد أما إيفان يأمن المكان بينزل من الآلة وبيتعرف على جيك وبيعرف إن سكوربيا بإيد مقطوعة هيئة الحيتان التلكم في وقت الكسوف ولازم يحذروا قبيلة الحيتان قبل فوات الأوان. فجيك بياخد إيفان وبيحاول يهربوا بس طيارة بتعترض طريقهم وبيضربوا عليهم،
والجنرال أدميرال بتؤمر الطيارة تضرب صاروخ على جيك وتقتله. فجأة سبايدر بيظهر وبيقف قدام الطيارة لأن عمرهم ما يقتلوه لأنهم محتاجينه حي، وبيهرب هو وجيك بسرعة، والجنرال أدميرال عايزة تقضي على جيك بأي طريقة، فتؤمر الطيارة تضربهم ومش هاممها سبايدر، واللي بيلحقهم نيتيري بتضرب على الطيارة وتفجرها، وبتروح لجيك وسبايدر وبتاخدهم على طائر الأيروكوان وبيهربوا بعيد عن القاعدة. وهم في الطريق جيك بيقول لنيتيري تقف في أي مكان علشان يرتاحوا، وبينزل جيك يقول لنيتيري إن سبايدر خطر لأن البشر ممكن يكتشفوا طريقة تنفس سبايدر من غير الأجهزة، ولو عرفوا هيسيطروا على كوكب دندورة وهيقتلوا شعب النبي كله. فبياخد منها سكينة عشان يموت سبايدر مطرحين. بعدها بيندى على سبايدر وبيتمشوا في الغابة هما الاتنين لحد ما يوصلوا لمكان هادي، وجيك بيخلي سبايدر يركع عشان يموته، وسبايدر بيتحايل على جيك ما يعملش كده لأنه بيحب عيلته ومش عايز يموت الموتة دي. وعلى آخر لحظة نيتيري بتوصل لهم وبتوقف جيك وبتقوله أكيد هنلاقي حل تاني للحل ده. بعدها جيك بيروح لعرين الطرق اللي قدر يروضه قبل كده وكسب بيه حرب ضد البشر، وبيركب طائر الطرق وبيرجع بيه على قبيلة متكهنة اللي بيعتبروه حاجة كبيرة عندهم، وبيؤمر جيك تنواري يتكلم مع القبائل المجاورة وإنهم يساندوه في الحرب اللي هيعملوها ضد البشر، والقبائل كلها بتوافق لأن مفيش حد بيرفض كلام لمروض وحش الطرق الضخم. يوميها بالليل جيك مع تنواري بيعملوا اجتماع مع قائدة حيتان التاليكون، وبيقول لهم جيك إن البشر هيهجموا على القطيع بتاعهم وقت الكسوف أثناء اتصالهم مع الأمة المقدسة، فبيطلب جيك إنهم يساعدوهم في الحرب اللي هيعملها ضد البشر. القادة بتحترم رأيه بس بيرفضوا لأن من تقاليدهم السلم مش الحرب. بيتفاجئوا كلهم بالواك وهو معاه المنبوذ بايكان اللي اتنفى من الحيتان، وبيقول لهم لو نفيتوا بايكان أنا كمان همشي معاه لأننا إخوات، وهو برضه ساعدنا وساعد قبيلته قبل كده من سفن البشر. وبتقول تانوك لقادة التلكون لأن كلام لواك صح، والمنبوذ بايكان ساعد قبيلتها في وقت الحرب، وإنهم لازم يتقاتلوا مع البشر ويجيبوا حقهم. قادة التليكون بيقولوا لهم إنهم هيقرروا ويردوا عليهم. وفي القاعدة مايلز دهن نفسه زي قبيلة منكوان وبقى منحاز ليهم، والجنرال أدميرال ما بقتش تثق فيه ولا تقوله تفاصيل المهمة اللي هيعملوها، وبيجهزوا نفسهم بكل السفن والطيارات والغواصات، وبيروح على مكان تجمع قطيع التلكوان عند قبيلة متكاينة. فجيك بيؤمر لواك ابنه يحمي اخواته والأطفال وما يهدمش أبدا، وبيروح جيك يجهز نفسه مع باقي القبائل وبيحضروا نفسهم للحرب. وسكوربي في المية مع باقي السفن بيتفاجئ إن الحيتان الكبيرة بتظهر لهم رغم إنها مسالمة. فجأة الحيتان كلها بتهجم مع السفن الكبيرة وبتفجرها، ودول يعتبروا قادة إفكوال. جيك لما يعرف إن التلكوان وافقوا إنهم يحاربوا معاهم بيؤمر باقي الجيش يهجموا على البشر وهم مشتتين، فبينزل هو ونيتيري من الجو وبيهجموا على الطيارات، وتنواري ومراته رونال في البحر بيهجموا على الغواصات، وبيقدروا يتخلصوا من عدد كبير من البشر لحد ما يتفاجئوا قبيلة منكوين جاية ومعاهم متفجرات. ومايلز مع فران بيقضوا على عدد كبير من جماعة جيك، وكيري وباقي الأطفال بيشوفوا اللي بيحصل وقلقانين على جماعتهم. فكيري بتقرر تطلب المساعدة من الأم المقدسة إيوا وبتنط في البحر، وسبايدر والواد بيروحوا وراها في المية يأمنوها. كيري بتنزل تتصل مع الأم المقدسة رغم التشنجات اللي ممكن تحصل لها وبتفضل تقاوم، وسبايدر بينزل يتصل معاها وبيمسك إيديها عشان يوصلوا للأم المقدسة، والتوب بنت جيك بتنزل تساعدهم هي كمان، وبيفضلوا يقاوموا هما التلاتة لحد ما توصل كيري للأم المقدسة وبتقدر تتواصل معاها. فجأة وهوسة بتضرب صاروخ على مكانهم بيفقدوا الاتصال، ونيتيري في الجو بتحاول تهجم على فران بس فران بتضرب عليها بمسدس النار وبتصيب الطائر بتاعها. ومايلز بيؤمر أفراد قبيلة منكوان يضربوا على جيك وبيقدروا يوقعوا على الطرق وبيسيبوا سهم في رجله، فبيتواصل جيك مع نيتيري وبيقول لها احنا كده خسرنا فروحي على بر الأمان وانقذي الأطفال. في نفس الوقت الواد بيحارب الغواصات مع الحوت المنبوذ بايكان، بس الغواصات أقوى منهم فبيقدروا يسيبوه، وبيطلع الواد عند أبوه بيساعده لأن رجله مصابة. ورونال بتتصاب من الغواصة فبتطلع اليابسة وبتساعدها نيتيري، وبتطلب رونال من نيتيري تولدها لأنها شوية وهتموت، فبتوافق نيتيري وبتولد رونال بنت وبتسميها بايرال، وبتطلب من نيتيري توعدها بحماية طفلتها قبل ما هي تموت. وسبايدر بيساعد توك تطلع من البحر وبيقول لها تفضل في مكانها لما ينزل يساعد كيري، ولما ينزل سبايدر يطمن على كيري مايلز بياخد توك رهينة علشان يثبت جي، وبيروح بتوك عند نيتيري وبيمسكوها كرهينة مع بنتها. في نفس اللحظة بيكون جيك مع الواك قريبين منهم وبيشوفوا اللي حصل لهم،
وكيري مع سبايدر بيشوفوا البشر وهم بيحاولوا تقطيع التليكون ويقتلوهم، بيتفاجئوا بالأم المقدسة وهي استجابت لنداء كيري ليها، توصل وحوش البحر وبتهجم على غواصات والمراكب وبتدمرها. وفي الجو كل طيور الأيقوان بتوصل بأمر من الأم المقدسة وبتهجم على الطيارات اللي اتبقت. الجنرال أدميرال لما تلاقيهم خلاص بيخسروا الحرب بتؤمر الجنود اللي عايشة بالانسحاب ومغادرة السفينة، وجيك مع الواد بيروح على المكان اللي مايلز حجز فيه تيري وبنته توب، وبيؤمر الواد ياخد السلاح ويقتل رجالة فاران لما يقرب منهم. وكيلي وسبايدر بيوصلوا هما كمان، وسبايدر بيقول لمايلز حياته مقابل حياة نيتيري وتوب. في نفس الوقت جيد بيهجم عليهم والواك ابنه بيساعده من بعيد، وبيوفر وقت لنيتيري وتوكي يهربوا، بس فاران بتروح ورا نيتيري وبتهجم عليها، وخلاص فاران هتقتلها. كيري بتتصل مع فاران ما يخلال رباط التحكم وبتخوفها علشان تسيبه، ومايلز بياخد سبايدر وبيهرب بيه من المكان بسرعة. فجيك بيروح وراهم ومعاه سلاح وبيتعارك مع مايلز في الجو، والاتنين بيقعوا بس بيحاولوا نفسهم على الصخور اللي جنب حقل الطاقة، وكل السفن المولعة حقل الطاقة بيشدها وبتخبط في جيك وبيقع على صخرة، وسبايدر بينزل يلحق جيك وبيضرب على مايلز أبوه في دراعه. ساعتها جيك بيفوق وبيفضل يضرب في مايلز لحد اما سفينة مولعة تخبط صخرتهم، وسبايدر بيقع ومايلز بيروح وراه وبيلحقه، وجيك بيروح يساعدهم الاتنين وبيطلعهم على الصخرة، وبتوصل لتيري مع باقي عيالها على المكان، ومايلز بيرمي نفسه من فوق لأن كبرياءه ما يسمحش يموت على ابن تيري. تاني يوم بعد ما الحرب خلصت بينزلوا كلهم يتواصلوا مع الأمة المقدسة مع حيتان التليكون، وبيروح سبايدر مع كيلي يقابلوا أجدادهم والأموات اللي خسروهم في الحرب. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.